السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة سهلة وبسيطة بمقادير مظبوطة وهتطلع معاكي مظبوطة 100%. طبعا ناس كتير بتعمل الكيكة وبتفشل معاها، مع انها ممكن تتبع الخطوات كلها والمقادير مظبوطة، بس ممكن تفشل معاكي ممكن لسبب واحد. النهاردة هنتعرف على الاسباب اللي ممكن تؤدي لفشل الكيك معاكي. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونبدأ الفيديو الجميل بتاعنا. شايفين بسم الله ما شاء الله طرية وهشة والسكينة بتجري فيها. هتجربوها وإن شاء الله تنجح معاكم. يلا بينا على الوصفة. في البداية كده هنجيب بولة فاضية وهنجيب مصفى سلك ضيقة، وهنزل بكوبايتين 2 من الدقيق، بس تكون الكوباية ممسوحة من فوق ما تكونش مليانة على الآخر. كده تمام. واهم حاجة طبعا يكون الدقيق بتاعنا نوعيته كويسة. هننخل بقى الدقيق بتاعنا بمصفى سلك ضيق او بالمنخل، مهم قوي لازم ننخله. كده تمام. بعد ما نخلناه هنجيب معلقة من معالق الاكل اللي احنا بناكل بيها، وهنشيل 3 معالق كبار من الدقيق نركنهم كده في بولة فاضية ونحطها على جنب، مش هنستخدمهم طبعا عشان هنعمل كيكة الشوكولاتة. فاستبدلت الدقيق ب3 معالق كبار من الكاكاو. انتي حابة تعملي بقى كيك الفانيليا، ما تحطيش كاكاو وما تاخديش، ما تستبدليش لا دقيق ولا اي حاجة، سيبي المقادير زي ما هي، كوبايتين 2 دقيق زي ما هم. انا شلت 3 معالق كبار من الدقيق، حطيت بدلهم 3 معالق كبار من الكاكاو الاسباني الغير محلى معلهوش سكر. هندخله كده برضو. طبعا كل المقادير الجافة اللي معاكي لازم تدخليها بمصفى سلك ضيقة، لان اوقات كتير بيبقى الكاكاو بيبقى فيه كتل كده، او الدقيق بيبقى فيه كتل، فكل ده ممكن برضو يضايق العجينة بتاعة الكيكة. فلازم ندخل كل المقادير بتاعتنا بمصفى سلك ضيق وبمنخل. هنزل كمان بمعلقة كبيرة من نشا الذرة، وبرضو بنخلها. كده تمام. بعد كده هنزل بنص معلقة صغيرة من البيكنج صودا. البيكنج صودا دي بتشتريها من عند العطار، يعني 5 جنيه، كمية كبيرة بتخليها عندك. وهضيف كمان كيس بيكنج باودر او كيك شيف، اي حاجة، كيس كامل على بعضه ما تنقصيش منه اي حاجة. دي كده المقادير هتطلع معاكي مظبوط 100%. عاوزة اقول لكم حاجة كمان، انا قبل ما ابدأ في الكيك بتاعي بسخن الفرن، اسيبه بقى يسخن كده لحد ما اخلص الكيكة بتاعتي واحطها في الفرن. انا كده مولعة الفرن وسايباه قبل ما ابدأ فيها خالص. بقلب بقى كده المواد الجافة كلها على بعضها. وما تنسوش طبعا تضيفوا ربع معلقة صغيرة من الملح برضو على المواد الجافة. هنزل بربع معلقة صغيرة من الملح، وهقلبها برضو تقليبة كويسة، وهركنها كده على جنب. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. هركنها على جنب وهجيب شفشق الخلاط، وهنزل بكوباية من اللبن وكوباية من السكر وكوباية من الزيت، ولازم تكون الكوبايات كلها قد بعضها. كده نزلنا بكوباية من اللبن، كوباية من السكر، كوباية من الزيت، وهنزل كمان ب3 بيضات. البيض طبعا كان عندي في التلاجة، طلعته لحد ما هدى شوية وبعد كده حطيته. وطالما معانا بيض يبقى لازم فانيليا، حطيت كده باكت من الفانيليا او نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. وهنزل بالاساسي برضو في الوصفة معلقة خل كبيرة. وهضرب كل المقادير بتاعتنا كويس جدا لحد ما نتأكد ان السكر داب مع اللبن ومع الزيت. حاولوا بس تضربوهم كويس وما تستعجليش في الخطوة دي، يعني ممكن تاخد منك حوالي 5 دقايق. اضربيها كتير كده في شفشق الخلاط لحد ما السكر يدوب معانا خالص. كده السكر داب معانا خالص. هنجيب بقى المقادير الجافة وننزل بالخليط بتاعنا على الدقيق. وطبعا بقى الحاجات الزايدة اللي في الشفشة دي حاولي برضو تنزليها بمعلقة سيليكون ولا حاجة. هنقلب بقى الخليط بتاعنا كويس. انا طبعا مش مسرعة الفيديو ولا اصلا من الفيديو اي حاجة خالص عشان تشوفوا الخليط هيبقى شكله عامل ازاي. هنقلب كده من تحت لفوق لحد ما الخليط بتاعنا ده ما يبقاش فيه كتل، يبقى كله ناعم خالص، ما يبقاش فيه اي كتل فيه. اهو بقلب من تحت لفوق لحد ما الدقيق يختفي معانا خالص. وطول ما انت شايفة كتل معاكي قلبي برضو لحد ما يبقى خليط ناعم معاكي خالص. تمام. اهم حاجة تتبعوا المقادير ديت، المقادير دي مظبوطة ويطلع معاكي كيك كويس جدا. في نقطة مهمة قوي برضو عايزة اقول لكم عليها. لما تضربي المقادير السائلة في الخلاط تضربيها كويس جدا، ما تستعجليش لحد ما السكر يدوب معاكي خالص. تاني خطوة واحنا بنقلب الخليط بالشكل ده كده ما نستعجلش برضو لحد ما يبقى قوام ناعم خالص ومفيش اي كتل. شايفين بعد ما قلبته حسيت برضو ان في كتل كتير فقلبته تاني.
هنجيب بقى الصينية بتاعتنا وهندهنها بالزيت ونبطنها. المفروض ابطنها بمعلقة كاكاو، بس انا مكانش عندي كاكاو يعني زايد وكده، فبطنتها بالدقيق، قلت مش مشكلة. فلو عندك كاكاو الافضل تبطنيها بكاكاو لو هتعملي كيك شوكولاتة. تمام. جبت كده معلقة من الدقيق، دهنت الصينية زيت الاول، بعد كده جبت معلقة من الدقيق وعملت الحركة دي. والافضل ان انت تعمليها بكاكاو. الدقيق ممكن يطلع في الكيكة في الاخر بعد ما تسويها يبان فيها، بس ممكن تشيليه بالسكينة عادي، مفيش اي مشكلة. هتسألوني طبعا مقاس الصينية كام. مقاس الصينية 28. عايزة تقللي الصينية قلليها، انا بحب دايما اعمل المقادير دي في صينية مقاس 28 عشان تطلع كويسة معايا، مش عالية قوي قوي برضو. انا ما بحبهاش عالية قوي زيادة عن اللزوم. لو عايزاها عالية زيادة عن اللزوم ممكن تقللي الصينية تخليها مقاس مثلا 26، مقاس 24، زي ما انتوا عايزين. بس هي الصينية ديت بتطلع لي الكيكة مظبوطة قوي. كده حطيت الخليط وبعصاية خلة بقى ممكن كده تطلعي الهواء الزايد اللي فيها بالحركة اللي انا عملتها. وبعد كده تشيلي الصينية وتخبطيها خبطتين اتنين في الارض او على الرخامة عشان الهواء الزايد اللي فيها يطلع، ميبقاش في الكيك بتاعك فراغات من جوه. كده تمام. وطبعا نكون مسخنين الفرن بتاعنا قبل ما نبدأ في الكيك بتاعنا. لازم الكيك بتاعك يدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180 عشان الكيك بتاعك يبقى كله حجم واحد، ما يكونش حتة واطية وحتة عالية. من الأسباب اللي بتخلي الكيك معاكي يفشل، تيجي تفتحي عليها تلاقي حتة واطية وحتة عالية. ايه تاني ممكن يخلي الكيك يفشل معاكي؟ ان انت بتفتحي عليها قبل نص ساعة. انت لما تحطي الصينيه بتاعتك على الرف الوسطاني في الفرن، سيبي الصينيه ما تبصيش عليها خالص ولا تفتحي الفرن قبل نص ساعه. بعد نص ساعه مجرد بقى ما تشمي ريحتها كده في الفرن، بعد ما يعدي عليها نص ساعه تبداي تفتحي فرن البوتاجاز واحده واحده، او التوستر بتاعك واحده واحده كده وانت بتفتحي، عشان لو فتحت الفرن جامد ودخلت هوا ممكن الكيك يهبط معاكي. ومجرد بقى ما الكيكه تستوي معاكي في الفرن، اقفلي الفرن وسيبيها شويه كده حوالي 10 دقايق في الفرن لحد ما تهدى خالص، وبعد كده طلعيها هتطلع معاكي احلى كيك. هنيجي بقى كده للخطوه الاضافيه. لو حابه تعمليها، بتجيبي حله صغيره كده، بتنزلي بنص كوبايه من الحليب على 150 جرام من الشوكولاته المبشوره، على معلقتين 2 كبار من الكريم جانتيه الخام، على معلقتين 2 كبار من الزيت. طبعا الخطوة دي إضافية. لو حابة تاكلي بقى كيك زي كأنك بتاكلي جاتوه اعملي الخطوة دي. هنقلب بقى كل المقادير بتاعتنا على بعضها كده. بعد كده هناخد بقى الحلة بتاعتنا ديت وهنرفعها على نار متوسطة وهنقلب فيها باستمرار لحد كل المقادير ما تدوب كلها مع بعضها. واهم حاجة لازم تكون النار بتاعتك هادية، ما تعليش النار عشان ما تشطش معاكي وتعمل ريحة مرارة فيها. على نار متوسطة خالص. قلبي بقى باستمرار لحد ما كله يدوب مع بعضه. مجرد بس ما تحسي ان هو كله داب مع بعضه كده خلاص، مش لازم تغلي معاكي، اهم حاجة كله يدوب مع بعضه. اهو كده تمام. بقى بعد ما دابت كلها كده مع بعضها مش شرط تغلي معاكي. هنجيب بقى الحلة بتاعتنا كده وهنجيب بولة فاضية صغيرة وهنجيب مصفى سلك ضيقة وهنصفي الخليط بتاعنا ده عشان لو فيها اي كتل. اهو شايفين فيها كتل كده من كريم جانتيه. كده خلاص بقى الصوص بتاعنا جاهز. الصوص ده كمان يا جماعة ممكن تعملوا بيه روزيتات للتورت، ممكن تجلسي بيه تورتايه بعد ما تجلسيها بكريم جانتيه كده، ممكن ترشي بقى الصوص ده كله على التورتايه من فوق. لو عايزة بقى تعملي روزيتات ويبقى تقيل معاكي بتسيبيه في التلاجة. كل ما بتسيبيه على رف التلاجة كل ما بيتقل معاكي. بتعملي بقى رسومات، تعملي بيه ورد، تعملي بيه روزيتات زي ما انت عايزة. ده كده الكيكة بتاعتنا خلاص. بسم الله ما شاء الله. عايزة اقول لكم والله هشة جدا وخفيفة اسفنجية معايا. حطيتها بقى في الطبق ونزلت بقى بالجناش كده على الوش. شايفين القطع البيضة اللي فيها دي من الدقيق، عشان كده بقول لكم يستحسن ان انتوا تحطوا كاكاو. لو ما عندكيش بقى ممكن عادي بالدقيق خالص وبالصوص كده بتتدارى. بس هتاكلوا احلى ان شاء الله احلى كيكه. بس اتبعوا بقى الخطوات. حطيت بقى الصوص بتاعها كده على الوش. ويلا بينا بقى نقطعها ونشوف ايه اخبارها. والله يا بنات عايزه اقول لكم ما شاء الله يعني ما قعدتش معانا. إيه ان شاء الله تجربوها بنفس الطريقه وهتطلع ناجحه معاكم قوي. لو وصلتوا هنا بقى في الفيديو حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. ويلا بينا بقى نقطع الكيكه بتاعتنا الجميله ديت. شايفين بسم الله ما شاء الله يعني متهيألي الشكل بيتكلم عن نفسه. طريه جامد معايا وما بتتكسرش معايا، عامله زي السفنج في ايديا بجد. عايزه اقول لكم والله طعمها تحفه.
شايفين ما شاء الله الارتفاع بتاعها حلوة قوي قوي من جوه، مفيش فراغات فيها. جربوا الطريقة وإن شاء الله هتعجبكم جدا. أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله. Don't push back. Oh. Don't push